السلام عليكم العشرين، مرحبا بكم في فيديو جديد وقصة جديدة. كنتمنى قصتنا لإعجابكم. دعموني بسبسكرايب لايك كومنتير وفعلوا زر الاشتراك باش يوصلكم أي جديد. والشرط الأول ديروا أبوني لايك كومنتير وفعلوا زر الجرس وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. والشرط الثاني قرأوا آية الكرسي. الشرط الثالث قولوا أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نبداو القصة على بركة الله. وقصتنا اليوم ظل الرقراقي في دوار الواد. سؤال قبل بداية القصة: واش عمرك فقتي مع 3 ديال الليل وسمعتي شي حد كيعيط لك بسميتك من برا الدار بصوت ديالك انت؟ وهاد القصة وقعات في دوار قريب من مدينة الصويرة. كانت الريح كتصفر بين الزناقي الضيقة. كانت الريح كدور كتصفر بين الزناقي الضيقة والكلاب ساكتين بشكل غريب. سكات كيخلع أكتر من العياط. يونس شاب في عمرو 22 عام، معروف في الدوار بالعقل والرزانة. ما كانش كيامن بزاف بقصص الجن اللي كيهضروا عليهم الشيوخ في الليل. كان ديما كيضحك وكيقول غير خرافات ديال الناس القدام. ولكن حاجة وحدة اللي كانت كتخلعو: الصوت اللي كيسمعو أحيانا في الواد اللي حدا الدوار. صوت راجل كيضحك ضحكة طويلة باردة وكأنها خارجة من حلق شي ميت. البداية: في نهار من النهارات خرج يونس مع صحابو للغابة القريبة يجمعوا الحطب. كانت الشمس غاربة والضباب بدا كيهبط شوية بشوية. واحد الراجل كبير في السن شافهم وقال لهم ما تدوزوش من الواد بعد المغرب، راه ساكن فيه الرقراقي. ضحكوا كاملين غير يونس حس بقشعريرة. شكون الرقراقي؟ سول صاحبه حمزة. الراجل قرب منه مهمس: شي جني قديم. الراجل قرب منه مهمس: شي جني قديم كيسكن في الماء والظلام وكيتشكل في صورة أي واحد. أول علامة دازو من حدا الواد بالليل وعلى الغفلة يونس سمع صوته هو شخصيا كيقول: يونس تعالى. وقف مصدوم. الصوت جا من وسط الضباب. صحابو ما سمعوا والو. زاد الصوت مرة أخرى: أمك مريضة بسرعة. بدا قلبو كيدق بسرعة. دخل شوية لوسط الضباب وكيغوت شكون تما. وعلى غفلة وقف شاف شخص واقف بعيد لابس نفس حوايجو نفس الطول ونفس الوجه، لكن العينين كانوا سود كاملين. غوت يونس وهرب. صحابو تبعوه وهو مرعوب وكيتلفت وراه. لكن من وصلوا للدوار لقى مو بخير ما فيها والو. ولكن من ديك الليله الحوايج تبدلات. كل ليله مع 3 ديال الصباح كيبان ليه نفس الشخص واقف قدام دارهم ساكت وغير كيشوف فيه. مره خرج بشجاعه وفتح الباب ما لقاه حتى حد، لكن فوق التراب كانت اثار رجلين مقلوبين. قرر يونس يمشي عند فقيه معروف في المنطقه كيقولوا ليه عبد السلام الرقيبي. الشيخ سمع القصة وسكت شوية ثم قال: راك دخلتي المنطقة ديالهم بلا استئذان، وهاد الشي هاد اللي شفتو ماشي جني عادي. ايوا شنو هو؟ هادوك كيسميوهم اهل الظل، كيسرقوا الشكل والصوت ديال البشر. خرج الشيخ حجاب صغير وقال ليه اي حاجة تسمعها في الليل ما تجاوبش. داز ايام هادئة حتى جا نهار الجمعة في 3 ديال الصباح. سمع يونس دار قوي على الباب. بسرعة خرج بسرعة. امك طاحت. كان صوت خوه الصغير. نسى كلام الشيخ وفتح بسرعة الباب، لكن برا ما كان حتى حد غير الضباب. وعلى غفلة سمع نفس الصوت من وراه داخل الدار. علاش خرج شي تجمد في بلاصتو. دخل ببطء ولقى مو خوه ناعسين، لكن المراية ديال الصالون كان واقف هو الآخر كيبتسم. بدا يونس كيضعف كل نهار، وجهو شاحب، عينيه غارقين وكوابيس ما كتحبسش. كان كيشوف نفس الحلم كل نهار: غرفة سوداء داك الكائن جالس فوق صدره كيهمس: باقي غير شويه وغادي نولي انت وانت تولي انا. رجع الشيخ عبد السلام للواد مع يونس وكان حامل مصحف ومبخرة. وقف الشيخ وقال: هاد المكان فيه باب قديم من زمان والناس كيختفيو منه. على غفلة تبدل الجو، الريحة حبسات والما في الواد بدا كيغلي بوحده. من وسط الضباب خرج يونس الثاني، لكن هاد المرة وجهو كان معوج وفمه طويل بشكل مخيف. دابا قال بصوت مزدوج: هو ديالي دابا. بدا الشيخ كيقرا القرآن بصوت عالي. الكائن كيصرخ صراخ مرعب حتى تشققات الأرض تحت رجليه. لكن قبل ما يختفي ضحك وقال: غادي يرجع حيت الباب مازال محلول. واختفى داخل الواد. من داك النهار يونس تبدل، بقى ساكت كيهضر قليل وكيبقى ساعات قدام المراية. مو كانت كتقول باللي كتصحى في الليل وكتلقاه واقف في الصالون كيضحك بوحدو. في ليلة باردة اختفى نهائيا يونس. غير حاجة وحدة اللي بقات في دار من المراية، وكل واحد كيشوف فيها وجهه كيلاحظ شخص آخر واقف وراه لثانية وحدة فقط. العبرة من القصة: أي باب كتفتحو للظلام ممكن ما يتسدش مرة أخرى،
ونصيحتي ليكم إلا حسيتي بخوف غريب بالليل قرب لربي وما تبعش الفضول ديالك. من بعد اختفاء يونس اللي خلى الدوار كامل عايش في الرعب. الناس بداو كيسدوا البيبان بكري وحتى الدراري الصغار حبسوا اللعب في الليل، لكن اكثر واحد تاثر كان صاحبه القديم سفيان. سفيان ما قدرش يقتنع بلي يونس اختفى هكاك، كان متاكد بلي شي حاجه خايبه مازال كدور في دارهم. من بعد اسبوع من الاختفاء مشى سفيان لدار يونس باش طمأن على مو. الدار كانت ساكته بشكل غريب، حتى عقارب الساعه كان صوتها مرعب. من دخل الصالون شاف المرايه الكبيره مغطيه بثوب ابيض. ام يونس قالت بخوف من نهار اختفى، وكل ليله كنسمعوا الحك جاي منا. حك بحال شي حد كيحفر من الداخل. حس سفيان بالبرد كيدخل في عظامه. في الليل قرر يبقى في الدار بوحدو، شد كاميرا قديمه وتخبى في الصالون. الساعه قربت لثلاثة ديال الصباح، وعلى غفله سمع حك كبير. جا الصوت من داخل المرايه، ذا الثوب الابيض كيتحرك بشويه. قلب سفيان بدا كيضرب بقوه، وقرب خطوه جبد الثوب دفعه واحده. المرايه كانت كحله ما كتعكس والو، وعلى غفله بان وجه يونس داخلها، لكن ما كانش طبيعي. وجهه كان غارق في السواد وعينيه مفتوحين بزاف. بدا كيضرب على الزاج من الداخل وهو كيغوت هرب راه جاي. قبل ما يفهم سفيان اي حاجه خرجت شي طويله سوداء من المرايه، اصابع طوال ومهرسين مكسورين. سفيان تراجع مرعوب، ومن بعد خرج داك الكائن كامل. كان جسمه جسم انسان، عنده جسم انسان لكن ملوجه، غير جلد اسود رطب، وكيتنفس بصوت ثقيل. الكائن وقف وسط الصالون بحال وشم الهواء بحال شي وحش. ثم بدا كيدور راسو ببطء نحو سفيان. المطاردة غتبدا هنا. هرب سفيان في الدار هو كيغوت. الكائن كان كيتحرك بسرعة غريبة، مرة كيبان في الكوزينة، مرة في السطح، مرة وراه مباشرة. سمع وعلى غفلة سمع صوت يونس: سفيان ساعدني. جا الصوت من داخل المراية مرة أخرى. رجع سفيان يشوف، لقى يونس الحقيقي محبوس في الداخل كيضرب على الزاج وكيبكي. قال ليه راه داكشي سرق جسمي وما تخليش شوف وجهك. لكن للأسف الكائن كان واقف خلف سفيان. الكائن مسك شف سفيان بيده الباردة، وفي ثانية واحدة تحول وجه الكائن لنفس وجه سفيان بالضبط، نفس العينين نفس الابتسامة، لكن الابتسامة كانت واسعة بشكل مستحيل. الكائن قال بصوت: سفيان دابا نوبتك. في ذاك الوقت دخل الشيخ عبد السلام للدار وهو كيقرا القران. كان بدا كيصرخ، بدا كيرجع بشويه للمرايا، لكن قبل ما يدخل كامل مد يدو خطف سفيان من رجليه، وبدا سفيان كيتجار للمرايا وهو كيغوت. الشيخ شدو بصعوبه كبيره والدار كامله بدات كتهز، والزاج تهرس والضوء طفى. على غفله سمعوا ضحكة يونس القديمة جاية من الداخل. الباب تحل كامل دابا. من بعد هاد الليلة الشيخ اعترف بسر خطير: هاد المراية ماشي عادية، تصايبات من زمان عند ساحر قديم، وكانت كتستعمل باش يتواصلوا مع عالم الجن. ايوا علاش ما كسرتيهاش؟ صرخ سفيان. الشيخ سكت ثم قال: حيت اي واحد كيكسرها كيبقى محبوس في الداخل بلا رجعة. في الليلة الموالية أم يونس فاقت على صوت ولدها كيبكي: ماما خرجيني. جرات للصالون. المراية كانت راجعة طبيعية، وجه يونس ظاهر فيها بوضوح. مد يدو من الداخل، لكن منين قربت باش تلمسو بانت وراها عشرات الوجوه السوداء كتبتسم كلها في نفس الوقت. أم يونس طاحت على الأرض من الخلعة. المراية كانت كتحرك بوحدها، والوجوه السوداء داخلها كتكبر بشوية بشوية. يونس بقى كيغوت: ما تقربيش، راه ماشي انا كامل. دخل الشيخ عبد السلام بسرعه وغطى المرايه بثوب خضر وكيقرا القران بصوت عالي. الصراخ من الداخل بدا كيزيد حتى تشققات المرايه خرجوا منها بحال العروق السود. ديك الليله سفيان ما قدرش ينعس، كل ما غمض عينيه كيشوف الواد، لكن هاد المره ما كانش خاوي، كان عامر بناس واقفين في الماء، وجوههم مطموسه وعينيهم مضوين بحمراء بحال الجمر. في وسطهم واقف يونس، لكن مربوط بسلاسل سوداء خارجه من الضباب. قال ليه بصوت ضعيف: راه الباب تحت الواد، سدوه قبل ما يخرجوا كاملين. ومن بعد خرج داك الكائن بلا وجه من الماء، وشق فمه طويل حتى وصل لودنيه، قال فهاد الفوج. الصباح مشى الشيخ وسفيان عند راجل عجوز معروف في المنطقة بسميت الحاج المدني. كان ساكن بوحدو فوق جبل صغير. من يسمع قصة المرايا والواد تبدل لون وجهو، قال بصوت مرتجف: حتى هاد العام رجعوا. شكون؟ سول سفيان. الحاج المدني تنهد وقال: هادوك أهل الظل، ماشي جن عاديين، هادو مخلوقات كتعيش بالعالم ديالنا، وعالمهم كيحتاج باب باش يدخلوا، والمرايا غير مفتاح، أما الباب الحقيقي فراه في الواد.
الحاج المدني شعل قنديل قديم والضوء الأصفر خلى وجهه يبان مرعب أكثر. جلس بهدوء وقال هادشي وقع قبل أكثر من 70 سنة. سفيان والشيخ بقاو ساكتين كيسمعوا. كان هاد الدوار فقيه مشهور بالسحر سميتو البشير الزواق. هذا الراجل ما كانش باغي غير يحكم الجن، كان باغي يفتح باب العالم. البشير الزواق كان عايش بوحدو حدا الواد. الناس كانوا كيشوفوا في الليل كيهضر مع الهواء وكيشعل نار زرقاء وسط الغابة. وفي ليلة سمعوا سوداء في عام بعيد، سمعوا صراخ جا من الواد. الطوال كامل خرج مرعوب، لكن من وصلوا لقاو غير المكحل وفي وسطهم مراية كبيرة واقفة بوحدها. أما البشير اختفى بلا أثر. ومن داك النهار بداو الناس كيتسمعوا الأصوات في الليل. الحاج المدني شد يد سفيان على غفلة. وريني رقبتك. منين شافها تراجع بخوف. كاينة علامة سوداء صغيرة ورا رقبة سفيان بحال عين مفتوحة. الشيخ تبدل وجهه وقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شنو هادي؟ صرخ سفيان. الحاج همس راك تعلمت شنو؟ أهل الطير اختاروك باش تكون الباب جديد. من داك النهار سفيان بدا كيتبدل ولا كيسمع الهمسات حتى في النهار. المرايات كلها كتعكس صوته متأخرة ثانية. وأسوأ حاجة كان كيبدا يشوف ناس ما كيشوفهم حد. مرة كان غادي في الزنقة شاف مرة لابسة أبيض واقفة وسط الطريق وجهها مخفي بشعرها الطويل. منين داز حداها همس بصوت بارد وصلات لودنيه: حنا قريبين. رجع بسرعة ما لقى حتى حد. نزل للواد. قرر الشيخ عبد السلام يدير آخر محاولة يسد الباب نهائي. خرج هو وسفيان والحاج المدني في الليل الواد. القمر كان محمر والبرد كان قاسي بشكل غريب. من وصلوا لقوا الماء ساكن بالليل بالكامل، بلا حركة بلا صوت. وعلى غفلة بدا الضباب كيطلع من الماء وخرجت مع عشرات الظلال. الناس طوال وجوههم سود عينيهم حمرا كتشعل. وكان في وسطهم يونس الحقيقي كان مربوط بسلاسل سوداء خارجة من الأرض. كيبان ضعيف بزاف لكن عينيه رجعوا طبيعيين. سفيان هرب، لكن كائن بلا وجه خرج من خلفه وقال لا اليوم غادي الباب غادي يتحل كامل. الأرض بدات تتهز، الماء تفجر، ومن داخل الواد بان باب ضخم أسود عليه رموز غريبة كتحرك بوحدها. والأصوات بدات كتخرج من الداخل: ضحك، بكاء، وصراخ ديال الناس. الشيخ عرف بلي ما كاين غير حل واحد. التفت لسفيان وقال الباب خاصو روح باش يتسد. شنو؟ إلا ما دار حتى واحد تضحية غادي نخرجوا كاملين. الحاج المدني بدا كيبكي. أما الظلال فكانوا كيقربوا ببطء. وعلى غفلة يونس قطع السلاسل بطريقة غريبة وجرى نحو الباب. صرخ أنا السبب وأنا نسدو. الكائن بلا وجه حاول يشده لكن يونس دفع له راسه وسط الباب الأسود. في ثانية واحدة وقع انفجار قوي من الضوء الأسود. الظلال كاملين بداو كيتحرقوا وكيختفيو والباب تسد بشوية بشوية. آخر حاجة سمع سفيان كان صوت يونس: ما تخلوش المراية تبقى. دازو شهور. الناس رجعات، الواد رجع هادي والناس بداو كينساو الرعب. سفيان حرق المراية بنفسه وشافها كتذوب وهي كتصرخ بحال إنسان حي. وظن باللي كلشي ساهل. لكن في ليلة شتوية كان جالس بوحدو في الدار. طفى الضو فجأة ومن شاشة التليفون السوداء شاف انعكاس وجه يونس وراه. لكن هاد المرة عينيه كانوا سود كاملين. سفيان تجمد في بلاصتو. التليفون كان مطفي لكن انعكاس يونس مازال باين في الشاشة. ببطء دار وجهه للور. ما كان حتى حد. رجع شاف الشاشة لقى يونس قريب كتر واقف وراه مباشرة وعينيه سود بلا بياض. هنا شاف شاشة التليفون تشققات بوحدها وخرج منها صوت مشوش. سفيان ما تسدش الباب كامل، حبس قلبه لحظة. شنو؟ كاين باب آخر. وفي ثانية طفى التليفون نهائيا. ما بقاش عاود شعل. ثاني نهار رجع سفيان عند الشيخ عبد السلام. لكن من وصل لدار الشيخ لقى الباب محلول والدار خاوية، غير مصحف محلول فوق الطبلة وفي الحيط مكتوب بالفحم. هما خرجوا. بدا الرعب كيرجع بطريقة أغرب. الناس في الدوار ولا كيشوفوا ناس ميتين كيدوروا في الليل. الأطفال بداو كيهضروا مع أصدقاء ما كيشوفهم حتى واحد. وكل دار فيها مراية كان كيوقع فيها نفس الشيء. الانعكاس كيتحرك بوحدو. في واحد الليل خرج سفيان للزنقة لقى الدوار كامل غارق في ضباب أسود والناس واقفين قدام ديورهم ساكتين كيشوفوا في السماء. طلع عينيه الفوق وشاف شي حاجة خلات الدم يجمد في عروقه. فوق الدوار كانت كاينة ظلال ضخمة واقفة في السحاب. وجوهها طويلة وعينيها حمرا شاعلة. وسطهم كان الكائن بلا وجه، لكن هاد المرة عنده فم كبير مفتوح من داخله كيبانوا عشرات الوجوه كتصرخ. سفيان سمع صوت يونس مرة أخرى. ما كانش بغيو يدخلوا لعالمنا. ايوا شنو؟
كانوا باغيين يهربوا من شي حاجة أكبر منهم. قبل ما يسووا الكسر الأرض تهزات بعنف، الواد شقق وخرج منه صوت مرعب ما كيشبه لحتى شي مخلوق، لا جن ولا إنس، صوت عميق وقديم بحال شي حاجة كانت ناعسة من قرون وفاقت. حتى أهل الظل بداو كيتراجعوا بخوف. الكائن بلا وجه لأول مرة بان عليه الرعب. الأرض فتحات شوية وخرجت شي عملاقة سوداء من تحت الواد، يد ماشي ديال الإنسان ماشي ديال الجن، أصابع طويلة بشكل مستحيل وعندها عيون كتحرك كلها. ومن الداخل بانت عين ضخمة كتفتح بشوية، عين واحدة كانت أكبر من الدوار كامل. الناس بداو كيطيحوا على الأرض من الخوف، وسفيان فهم الحقيقة. أهل الظل ما كانوش هما الوحوش الحقيقية، كانوا غير هاربين من شي حاجة محبوسة تحت الباب. صوت يونس رجع مرة أخيرة. سفيان سد الباب قبل من الفيق كامل. كيفاش خاص الدم ديال ديال واحد آخر واحد تعلم. سفيان فهم العلامة السوداء اللي في رقبته هي المفتاح الأخير. بدا كيبكي لكن عرف اللي ما عندوش اختيار. شد الحجر القديم اللي عطاه الحاج المدني قرا عليه الشيخ من قبل حتى جرى نحو الواد. الظلال كاملين بداو كيغوتوا لا، لكن سفيان قفز وسط الباب المفتوح، وفي ثانية خرج ضوء أسود. وفي ثانية خرج داك الضوء الأسود قوي غطى الواد كامل. السما ولات حمراء والريح بدات كتصرخ بحال البشر. سفيان حس براسو كيطيح وسط فراغ طويل بلا نهاية. وكان آخر صوت سمعو صوت يونس كيقول: اسمح لي يا أخوي. سفيان فاق وسط مكان غريب، لا أرض لا سما، غير ضباب أسود يتحرك. وكان كيسمع الهمسات من كل جهة: ما بقى معنا، ما ترجعش، العالم ديالكم غادي يسالو. في البعيد شاف أهل الظل مجموعين بحال ناس خايفين، حتى هما كانوا كيهربوا. لكن من شنو؟ العبرة من القصة كتقول: أكثر حاجة كنخافوا منها كتكون هي نفس خايفة من شي حاجة أكبر منها. ونصيحتي ليكم: ماشي كلشي اللي باين شرير هو أصل الشر. هنا غيظهر لك الكيان الحقيقي. الضباب بدا كيتشق من العمق، بانت العين العملاقة مرة أخرى. لكن دابا سفيان شاف الجسم كامل، مخلوق ضخم بشكل مستحيل، جلده متحرك بحال الظلام الحي، وعليه آلاف الوجوه البشرية كتبدل وكتصرخ وكتغوت. كل وجه فيه كان ديال الإنسان اختفى عبر السنين، وعلى غفلة شاف وجه البشير الزواق بينهم. الساحر القديم كان مازال حي محبوس في داك الكيان. العبرة من القصة: الطمع في القوة كيقدر يحول الإنسان لسجين ديال الشر اللي خلقه بيديه. ونصيحتي ليكم: أي طريق فيه ظلم وسحر وأذية نهايته الندم والخسارة. بان يونس وسط الضباب لكن شكله كان شفاف. قال لسفيان: هادشي سميتو آكل الأرواح. كان محبوس من قرون وأهل الظل كانوا حراس عليه. إيوا علاش دخلوا العالم ناحية السحر ديال البشر ضعاف الباب. يونس قرب ليه وقال: إلا بغيتي تسالي كلشي خاصك تبقى هنا. سفيان سكت، عرف بلي الرجوع مستحيل. العبرة من القصة: بعض التضحيات ما كيعرف قيمتها حتى اللي جايين من بعد. نصيحتي لكم: ديروا الخير حتى إلا ما عرفتيش حتى واحد شنو دير الخير حتى إلا ما عرف حتى واحد شنو باش ضحيتي. سفيان شد الحجر القديم وغرسه في الأرض السوداء، والثاني بدا الباب كيتسد ببطء. الكيان العملاق صرخ صرخة عملاقة هزات المكان. الوجوه فوق جسده كاملين بداو كيبكيو وكيغوتو. أهل الظل ركعوا لأول مرة بحال كيشكروا سفيان. يوسف ابتسم ابتسامة هادئة: دابا ارتاح. ومن بعد اختفى. العبرة من القصة: الشجاعة الحقيقية هي كتكمل رغم الخوف. نصيحتي لكم: القلب القوي ماشي هو اللي ما كيخافش، هو اللي ما كيستسلمش. في الصباح رجع كل شيء طبيعي في الدوار. الضباب اختفى، الأصوات حبسات، المرايات رجعوا عادية. الناس قالوا بلي سفيان اختفى بحال يونس، لكن أم يونس كانت ديما كتقول: ولدي ما ماتش، راه غير حارس الباب دابا، حارس الباب دابا. ودازت سنين حتى جا نهار واحد الشاب صغير كان دايز حدا الواد في الليل، سمع صوت جا من بعيد، ما تقربش، وقف مرعوب. كان الصوت ديال سفيان، لكن من شاف الماء شاف جوج عيون سود كيتفرجوا فيه من العمق. العبرة من القصة: الفضول بلا حدود يقدر يفتح أبواب عمرها ما كانت خاصها تحل. ونصيحتي لكم: قربوا من الله ديما. فالظلام الحقيقي كيبدا ملي كيبتعد القلب على النور، ألا اللي هو نور الله سبحانه وتعالى. داك الشاب الصغير اللي سمع صوت سفيان كان سميتو آدم، عنده 17 عام، ساكن جديد في الدوار مع مو. ما كانش كيعرف حتى حاجة على قصة الواد ولا على أهل الظل، لكن من ديك الليلة حياته تبدلت. رجع آدم للدار وهو خايف.
دخل البيت وسط الباب، لكن ملي شاف في المرايا ديال الخزانة لقى قطرات ماء كتهبط من داخلها، والمشكل المرايا كانت ناشفة من برا. قرب شوية وشاف كتابة بدات كتبان فوق الزجاج. الباب ما تسدش كامل، تراجع مرعوب وعلى غفلة. بان وجه سفيان في المرايا لكن كان مرهق وعينيه غارقين في الظلام وشاحب. قال بصوت ضعيف: اسمعني مزيان، راه الوقت قرب. العبرة من القصة: بعض الأسرار كتدفن سنين ولكن كتلقى ديما طريقها باش ترجع. نصيحة ليكم: ماشي كل حاجة غامضة خاصك تتبعها بدافع الفضول. تاني نهار ادم بدا كيسول الناس الكبار في الدوار، كلهم كانوا كيسكتوا ملي كيسمعوا كلمه الواد او اهل الظل. حتى لقى امراه عجوز سميتها لاله خديجه، ملي سمعت القصه قالت ليه: راه الواد عمره ما تسد، ولكن الناس كيقولوا كل شيء سالا. العجوز ضحكات ضحكه بارده: الا سالا علاش مازال كيسمعوا النداء في الليل؟ داك الليل ادم سمع الحك على الشرجم، حل الستاره بشويه وشاف ولد صغير واقف برا لابس حوايج قدام بزاف وجهه شاحب. قال ليه: راه سفيان بغاك فين؟ الولد رجع، رفع يدو نحو الواد من بعد اختفى. العبره من القصه: الشر كيقدر يلبس ابرياء باش يخدع الناس. ونصيحتي ليكم: اي حاجه كتزرع في الروح خوف غريب، خذ منها الحذر ديالك. خذ الحذر الممكن. آدم مشى للواد في الليل، القمر كان مخنوق وسط السحاب والبرد قارس بشكل طبيعي غير طبيعي. من وصل لقى المساكن مرة أخرى في وسط الضباب بن سفيان، ولكن ما كانش كيف قبل. جلده شاحب وعينيه فيهم سواد كيتحرك. قال ليه: أنا مازال حارس الباب لكن الحاجز كيضعف، شنو خاصنا نديرو؟ سفيان سكت شوية وقال: كاين واحد الكتاب دفنو البشير الزواق قبل ما يختفي. كتاب ديالاش؟ فيه الكلمات اللي كتقدر تحل الباب بالكامل او تسده للابد. قبل ما يسول ادم اكثر، الماء في الواد بدا كيتحرك بقوه. من العمق طلعت يد سوداء ببطء، لكن هاد المره كانت صغيره بحال يد الطفل، وشدت رجل سفيان من تحت الماء. سفيان شاق بالالم وقال لادم: هرب. راه بداو يخرجوا الصغار اولا، وفي الثانيه طلع من الماء وجه طفل اسود بالكامل، غير عينيه حمراء شاعلين وسط الظلام. وابتسم لآدم ابتسامة مستحيلة. العبرة من القصة: الشر الحقيقي كيبدا صغير حتى كيولي كارثة إلى تجاهلناه. نصيحتي لكم الشباب: ديما اختار الطريق اللي فيه أمان لقلبك وروحك، ماشي الطريق اللي فيه فضول وخطر عليك وعلى الناس اللي كبر منك. كنتمنى القصة تنال إعجابكم. دعموني بسبسكرايب، لايك، كومنتار، وفعلوا زر الجرس، وبارطاجيو فيديو مع أصحابكم باش يوصلكم أي جديد. السلام عليكم.